دور راسك بالناس اللي باغيين لك الخير. ملي كتقراها كتبان لك عاديه، ولكن مع كنزيدو نطولوا فيها مع كيزيد يبان لينا العمق ديال الكاتب. هاد الفصل هذا كيحاول يقول لك باللي انت هو المتوسط ديال 5 الناس اللي كتعمر معاهم، ولكن اللي كيركز عليه هو علاش انت ولا انت باقي كتعمر مع الناس اللي ما صالحينش ليك. حيت شوف، اي واحد هنايا راه سبق له سمع ديك الهضره ديال مع من شفتك شبعتك. انت ولا انت اللي كتسمعني دابا راك سمعتيها وعارفها، واخا هكاك عندك شي واحد ولا جوج في حياتك اللي ما صالحينش ليك، اللي خاصك تخرجهم من حياتك، ولكن انت باقي مخليهم. اي واحد عندك في حياتك ما كيعاونكش باش تطلع الفوق، هذا ما خاصوش يبقى، ولكن واخا باقي انت مخليه. انا متاكد باللي عندك شي صاحبك اللي كتكمين تساوياه، ولا كتضيعوا الوقت في شي حاجه، ولا شي صاحبتك اللي ديما خارجه عليك، واخا هكاك باقيين عندكم في الحياه. علاش هادشي؟ علاش كيبقاو هاد الناس في حياتهم؟ هاد علاش هادي هي اللي كيجاوبنا عليها الكاتب في هاد الفقره، وهادشي باش زوين هاد الفصل كيقول لك علاش انت باقي معاهم، ماشي خاصك ما تبقاش معاهم. وكيقول لك باللي كاينين جوج ديال الحالات اللي كيخليوك تبقى معاشر مع فحال هاد الناس. الحاله الاولى، هاد صاحبك هذا اللي باقي خاشيه في حياتك قل منك، وتقدر تكون من هادوك اللي كيكذبوا على راسهم وكتقول باللي راك قادر تنقضوا وتطلعوا النيفو ديالك، ولكن غالبا الجواب هو لا. انت ولا انت باقي مع هاد الانسان حيت هاد الفكره ديال انك تعاونو كتغذي الايكو، يعني الغرور ديالك. يقدر يكون داك التدني ديالو كيعطيك احساس بالتفوق. مثلا كتخلص 5000 درهم، الا جلستي مع شي واحد كيتخلص 1000 درهم غادي تحس براسك عندك قيمه، ولكن الا كنتي مع شي واحد كيشد 8000 10000 مليون جوج غتحس براسك باللي باقي ما درتي والو في حياتك. ولا تقدر تكون كيعجبك تمارس القوه ديالك، ولا فيك شي مرض نفسي ولا ما عرفتش، ومن جهه اخرى هو باقي معاك حيت كيستغلك، كيستافد منك ولاقي فيك مصلحته. وحنا رانا كنبقاو بشر كنبغيو نكونوا مع الناس اللي فيهم مصلحتنا، وهذه واحد الحاجه اللي عاديه وما فيها حتى مشكله. وسمعني مزيان صديقي ولا صديقاتي، هاد الهضره لاي واحد كيسمعني دابا، ما كاين حتى مشكله انك تكون معاشر مع شي واحد اللي قل منك. الحاجه الوحيده اللي خاصها تكون فيه هي انه خاصو يكون باغي يطور من راسو. خاصك تعرف باللي كاينين شي ناس اللي باغيين يطوروا، الناس ما باغيينش يطوروا، وانت ولا انت ما غتقدرش تتحكم في هادشي. انت قدم المساعده، دير اللي عليك، ولكن الا شفتي باللي صاحبك ما مستعدش يتحمل المسؤوليه دراسو وما واجدش باش يبدل السيتوياسيون ديالو، فخاصك تخليه وتمشي. ما تخافش تبقى بوحدك ولا شي حاجه فحال هكا، العمر طويل وباقي غتلاقى مع الروينه ديال الناس بشويه عليك. الحالة الثانية علاش انت باقي مع شي واحد ما كينفعك في والو، هو بجوج بكم متفقين على الفكرة ديال انكم غتضحيو بالمستقبل على ود الحاضر، وغتبقاو كتضيعوا في الوقت. واخا ما كتقولوهاش ولكن لا واعيا نتوما متفقين عليها. وشوف هنا فين غنحتاج نحبسك ونخرج على الكتاب ونقول لك صديقي صديقتي، هذا المستقبل هذا اللي كتضحي به على ود الحاضر راه كبير بزاف. راك انت ولا انت محتاج تخدم غير واحد 20 عام من اجل 50 عام للقدام. الا ما خدمتيش هاد 20 عام هادي ودوزتيها في الدوران مع الصحاب ما كينفعوا في والو في المساريات الى اخره، فراك غادي تلقى راسك في الاخر كتخدم 50 عام على ود هاد 20 عام اللي راك فيها. مراهقه الشباب، هاد الفترات هادي خصوصا قبل ما توصل ل 30 عام، من الاحسن تعطي واحد البارتي كبيره منها انك تخدم على المستقبل ديالك. نرجعوا للموضوع ديالنا. عندك صاحبك بجوج بكم متفقين على فكره تسمح في المستقبل وتركز على الحاضر. هذا خاصك اليوم قبل ما غدا ما تبقاش تهضر معاه. طبعا تقدر تهضر ولكن ما تعمرش معاه. وانا كنقول لك هاد الهضره كنحس بحال الا غير كنخوي الماء في الرمله، حيت حتى شي واحد ما كيدير هاد النصيحه واخا عندها واحد الاهميه كبيره في الحياه الانسان. بليز انا كنرغبك كاع نسى شي حاجه سميتها الصحاب ما كينفعوا في والو، ما كيعاونوكش باش تطور، السمح فيهم صافي. هزيتي كارو لما قالكش صاحبك خاصك تحط كارو، هذاك ماشي صاحبك، وكل دقيقه غتزيدها معاه راك كتخرج على راسك وعلى المستقبل بسبب انسان. واخيرا تقدروا تكونوا بجوج بكم عاشرين بنيه حسنه، ولكن هو عنده عليك وعلى الجروب تاثير سلبي، وبالتالي كيجرك معاه لتحت. وداروا بزاف ديال الدراسات فين كيشدوا شركات الناس اللي كينتجوا اقل وكيحطوهم في جروبات ديال الناس اللي كينتجوا بزاف، باش زعما دوك الناس الاقل يطلعوا من النيفو ديالهم، ولكن النتيجه كتكون هي انهم في بلاصه ما يطلعوا كيهبطوا الجروب معاهم لتحت. فرد البال مزيان من الناس اللي دارين بيك. وانا هنا راه كنهضر معاك على اساس انك انسان مزيان، راه تقدر تكون انت هو داك خونا اللي هما خاصهم يبعدوا عليه، ولكن حيت انت ولا انت باقي كتسمعني دابا ومهتم بمواضيع وفيديوهات فحال هادو، فانا متاكد باللي راك واحد الانسان اللي باغي يطور راسو، وواحد اللي غادي يوصل لشي حاجه في المستقبل. وانا الا تلاقيتك في الواقع غنبغي نتعاشر معاك.
كنثيق فيك، فما تحشمنيش. اختار صحاب اللي غينفعوك، دور راسك بناس غيعاونوك وغتعاونهم باش تطلعوا الفوق. ودوك الصحاب اللي غيحسدوك ملي توصل واللي ما عندهم لا هدف لا والو، حاول تجنبهم باي ثمن ممكن. واش غتبغي الولد يتعاشر مع شي صديق بحال صاحبك؟ الا كان الجواب هو لا، فعلاش باقي معاشر معاه؟